ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في فيديو جديد. يلا نسمي الله، نقول كده بسم الله ونعمل احلى طماطم. هاتي كده شويه طماطم يكون لونهم احمر وجميل بالشكل ده. وانا لازم بصراحه بحط بنجرايه. انا جايبه 5 كيلو طماطم. الطماطم اليومين دول سعرها معقول، نازله ولونها جميل وحمرا، وبصراحه كلها حلوه في السوق. واحنا طبعا في رمضان بنستهلك برضو طماطم كتير، فهنعمل طماطم ان احنا نحفظها في برطمانات وازايز، وان احنا برضو هنعين الباقي في الفريزر. هتسهل عليكي وقت وجهد كتير. احنا قطعناها بالشكل ده، قطعنا معاها البنجرايه وحطينا معاها شويه ميه انها تتسلق فيهم على النار بالشكل ده. ما تكتريش الميه معاكي عشان كل ده هيبقى وقت هياخد معاكي على النار بعد كده، ان احنا عايزين نتقلها. فما تحطيش ميه كتير عشان تبقى معاكي تقيله وحلو. انا بعد ما بردت شويه اهو في الخلاط هبدا اضربها بقشرها بكل حاجه، مش شلتش قشر ولا حاجه. زي ما هي كده، ولا هنصفيها ولا حاجه. احنا ناخدها بس نضربها كده في الخلاط بالشكل ده، بس نحاول ننعمها على قد ما نقدر. زي ما قلت لك هنعملها هنعملها صلصه بيوريه كده، زي صلصه هاينز بيوريه. احفظي شويه في برطمانات عندك، في مثلا الرف الاول في التلاجة والباقي يعني في الفريزر. بصوا انا ضربتها اهو بالشكل ده. هنيجي بقى معانا الخطوة التانية. حلة على النار. انا عاملة ايه؟ قلتلكوا 5 كيلو، هحط 5 معالق سكر. يعني كل كيلو هتحطي عليه معلقة سكر. طبعا ده بيبقى بالنسبة لها مادة للحفظ. حطيت معاكم 5 معالق. مش هنيجي جنبهم، هنسيبهم يتكرملوا اهو. هنعمل النار، نسخن الاول الحلة وبعدين نعمل النار، نهدي النار شوية. شايفين السكر بيتكرمل اهو من بره لجوه. انا مش هحط فيه المعلقه ولا اي حاجه، هسيبه. يبقى زي ما اتفقنا احنا مش هنصفي الطماطم ولا هنقشر الطماطم، احنا خدناها زي ما هي كده بس عشان الخلاط. ملحوظه تسيبيها تبرد شويه. شايفين اهو. طب امتى بنعرف بقى؟ في المرحله دي ممكن تقلبي. اذا كان في شويه سكر ما اختلطوش ممكن تقلبي في المرحله دي عادي خالص. امتى بقى بتعرفي ان السكر اتكرمل معاكي؟ لما يطلع فقاعات. يعني استنى اهو، هنشوف الفقاعات مع بعض. المرحلة دي ان هو اتكرمل خلاص، ويلا بسرعة حطي قبل ما يتحرق. اهو شايفين الفقاعات اهي ظهرت اهي. خلاص كده ووصل للون اللي هو الكرملة المظبوط. هنبدأ ننزل عليه بالطماطم. وخلي بالك في المرحلة دي من ايديكي طبعا بيطلع دخان سخن، بخار سخن جدا على الايد، فخلي بالك. يستحسن تعمليه في حاجة عميقة كده. انا قمت غاسلة الحلة بصراحة اللي انا عملت فيها، ورجعت عملت فيها تاني بالشكل ده. انا ضربت خلاص الطماطم، حطيتها اهي على النار. ابدأي بقى اعلي النار وهنسيبها تغلي. قلبي بس كده عشان لو في شوية سكر ولا حاجة ما دابوش. انا حطيت لها كده معلقة صغيرة كده ملانة من الملح على 5 كيلو. انتي ممكن تزودي الملح عن كده شوية، مش مشكلة. يعني هنقول ممكن كل مثلا ممكن تخليهم لغاية معلقتين صغيرين مثلا. كل 2 كيلو نقول معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. ده طبعا بيبقى بالنسبة لها برضو حفظ، بس طبعا تفتكري ان انتي حاطة ملح عشان ما تزوديش ملح في الاكل. ده بصوا شوية الرغاوي اللي بيطلعوا فوق دول طبعا لازم نشيلهم. انا كنت شايلاهم في الطبق قدامكم اهو. بصوا احنا بنسيبها تغلي مش كتير، يعني حوالي هنقول على نار عالية. طبعا وانتي واقفة قدامها لو هتمشي وطي النار شوية عشان ما تفرش منك. هنقول مثلا حوالي ربع ساعة. شايفين اهي. انا زي ما قلت لكم انا ما صفطهاش، ده البذر بتاعنا ما صفطهاش ولا حاجة. طبعا الملح والسكر معانا مادة حفظ هتحفظها معانا.
هتقولك هقولك هما يقعدوا معاكي على الرف في التلاجة حوالي اسبوع، يعني استخدام اسبوع كده، 10 ايام ما تكتريش، والباقي في اكياس. هتعقمي البرطمانات كويس او الازايز وتحطيها وتستخدمي على طول زي الطماطم البيوريه بتاعت هاينز. هي بتبقى يا جماعة وسط، السمك بتاعها وسط. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب. هسيبكم في حفظ الله وامنه، مع السلامة.